هلو هلو يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. بقالنا كتير كتير ما اتكلمناش مع بعض، ولا كنت بحط فيديوز بقالي فترة طويلة. بجد كنت مفتقدكوا جدا، وحشتونا جدا جدا جدا. في قناتنا اصحاب في المطبخ، يا رب تكونوا لسه متابعينا وفاكريننا. بجد وحشتونا جدا جدا جدا. معلش هي الفترة طولت، كان ظروف خارجة عن ارادتنا يعني، بس ان شاء الله بإذن الله نرجع ونتابع تاني مع بعض وننزل فيديوز جميلة وستوريز لذيذة كده مع بعض ان شاء الله. وحشتوني قوي 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 بجد، ومستنية كومنتاتكم وكل اللايكس، وكل كلام بتحطوه بجد. وحشني وهستناه. اول ما الدنيا ابتدت تبرد كده وابتدت نسمة الشتا تخش، قلت نعمل مع بعض حلة محشي ترجع لينا الذكريات كده والايام اللذيذة اللي كنا بنقضيها مع بعض. ونعمل بقى حلة محشي حلوة. انا بعمل المحشي ورق عنب وكرنب مثلا، اي حاجة على بعض يعني، مش ما بحطش كل نوع في حلة، بحس ان هما لأ مع بعض بياخدوا من طعم بعض وكده. احنا كنا عملنا مع بعض قبل كده خلطة المحشي، لو عايزني اعيدها لكم تاني اكتبوا لي في الكومنتس وانا اعيدها لكم تاني ان شاء الله. انا كنت هنا ابتديت الف على طول، على اساس ان احنا عملنا الخلطة مع بعض قبل كده. فلفيت الورق العنب تحت اهو. كان عندي كمية ورق عنب مش كتير، ولا كمية ورق كرنب كتير. بصراحة كنت مفرزاهم وحطهم في الفريزر، يعني متقطعين ومسلوقين وكل حاجة في الفريزر على اللف على طول. فطلعتهم وفكوا وابتديت الف فيهم على طول، فحطيت من تحت الورق العنب عشان بياخد وقت اطول في السوا. والورقة العنب بتبقى يعني اخشن شوية من ورقة الكرنب. حطيتها تحت، وبعدين حطيت الاخضر من ورق الكرنب حوالينه، حوالين الحلة، يعني من تحت بس حواليه. وبعدين حطيت الكرنب من فوق. وانا برص بصراحة الكرنب بدقة يعني، والمحشي بدقة، بحس ان هو بيفرق في التسوية فعلا. وما بيفكش من بعض بسهولة، وما بيفرفتش الرز منه. وبيطلع يعني كويس جدا يعني شكلا ومضمونا يعني. فدلوقتي اهو رصيته خلاص. واتبقى معي شوية رز حطيتهم، حطيت فيهم طماطم للولاد. وكله بقى بياخد من طعمه كله يعني انك تحط كذا حاجة على بعضها في نفس الحلة محشي، مش سيء زي ما بقية الناس بيقولوا. بالعكس انا بحس ان هما كلهم بياخدوا من طعم بعض، وتحس ان الحاجة غنية كده. يعني انا برضو ساعات احط فلفل اخضر معاها او فلفل حامي، او حتى لو كنت عاملة محشي بصل ممكن احطه برضو معاهم. يعني انا ساعات اعمل حلة كبيرة كده فيها جميع الانواع. البتنجان والكوسة بس هما اللي مش بحطهم مع يعني مع الكرنب والورق العنب. لا، بيبقى ليهم حلة ليهم لوحدهم، الكوسة والبتنجان بس. لكن ممكن الفلفل احطه مع الكرنب والورق العنب، وممكن الطماطم والبصل عادي. كان عندي شوربة اهو بحط عليها معلقتين صلصة عشان تصلصل الكرنب، لان الكرنب والورق العنب بيحتاجوا الصلصة تبقى كتير عشان المحشي يبقى غني كده وطعمه جميل. فحطيتها وسقيتهم اهو. هسيبها بقى، يعني المحشي برضو فيه ترك لازم عشان التسوية. الاول بعد ما بحط الشوربة بعلي العين قوي على الاخر، بحيث ان هو يعني يسخن كويس جدا لحد ما يغلي. اشوفه بيغلي لمدة مثلا 3 4 دقايق، بيغلي كويس جدا. بحرك الحلة عشان الشوربة تنزل تحت، عشان الكل اللي في الحلة يتشرب كويس جدا بالشوربة، متبقاش فوق لو انتي الرصات ما فيهاش بينها فراغ. بسيبها لحد ما تغلي خالص كويس جدا، واشوف الفقاقيع يعني بتاعت الغليان آه بتغلي. وبعد كده ابدأ اوطي عليها خالص زي الرز بالظبط، اوطي عليها خالص 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 واغطي. بزود شوربة لو حسيت ان الشوربة مش كفاية. انا كنت هنا ما عنديش شوربة، كنت عاملاها بمرقة ومية وصلصة. لو عندك شوربة تحطي شوربة لحمة او فراخ او خضار، يعني ايا كان المتوفر عندك. بعد كده بتحركي الحلة عشان تضمني ان كله تغلغل فيه المية والشوربة يعني. وبعد كده بنعلي خالص لحد ما يغلي كويس جدا،
وبعد كده بنوطي للاخر خالص عشان نضمن التسوية كويس جدا. غطيه بقى دلوقتي، وهو لسه مغليش معايا. اول ما يغلي هوطي عليه خالص وغطيه، وممكن احطه على عين بسيطة، يعني عين واطية. على فكرة الحاجة لما بتاخد وقت في التسوية بتتسوى احسن، وفي نفس الوقت ما بتتهريش، يعني تبقى مستوية ومش مهرية في نفس الوقت. لما بتعلي على حاجة قوي 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 يعني ممكن تشيط ده اولا، او تتحرق، والشوربة هتتشرب على الفاضي ومش هتستوي كويس. لما بنوطي ونسيب الحاجة تاخد راحتها بيبقى افضل يعني. اهو دلوقتي غلي اهو، هغطي عليه. في ناس بيغطوا ويسيبوه بيغلي دقيقتين وبعدين يوطوا. انا لا، انا اول ما اغطي هوطي على طول ان شاء الله. يعني هي مش بتفرق، كل واحد على حسب ما طريقته بيسوي ازاي. بس انا ما بقاش عايزه الحاجه تبقى مهريه، انا عايزه الحاجه تبقى متماسكه، مستويه كويس جدا بس متماسكه، مش معجنه ولا مفرفطه. يعني مش بحب الرز يطلع منه من المحشي يعني بعد ما يستوي. هو غلي كويس اهو، هغطي عليه دلوقتي واوطي خالص العين. ممكن انقله على حلة، على عين تانية اصغر، بحيث اضمن ان هو ايه يستوي بالراحة على مهله. لو عايزين خلطة المحشي اقولها لكم سريعا ممكن اقولها لكم. خلطة المحشي: بصل. يعني انا بعمل على الطريقة القديمة ساعات، وبعمل على الطريقة الجديدة. فيها طريقتين: الطريقة الاولانية اللي هي طريقة أمهاتنا وأجدادنا، اللي هو بنسبك البصل معلقة سمنة كبيرة على معلقة رز كبير على معلقة زيت كبيرة، ونحط البصل والطماطم ويسبكوا مع بعض كويس جدا. بعد كده نضيف الرز نقلبه معاهم، وبعد كده آخر حاجة نحط الخضرة ونقفل العين. دي الطريقة الأصلية اللي هي بتاعت أمهاتنا وجدودنا. ساعات نعمله على الني، بيقولوا مثلا ايه خلطة المحشي على الني. الخلطة على الني دي بنعملها ازاي؟ اللي هو بقى ايه، طماطم مضروبة في الخلاط. بتحاولي ان هي ما تحطيش فيها مية كتير عشان ما تبقاش صيصة. وبصل بتقطعيه مكعبات صغيرة جدا. ولو عايزة تزودي اي خضار، جزر مبشور او فلفل مكعبات او ايا كان، تمام برضو. وبعدين تحطي الرز بعد ما تغسليه والخضرة هكذا، وتقلبيه وتحشيه على الني ويستوي كله مع بعضه. يعني دي كويسة ودي كويسة، اللي طعمه بالنسبة لك يبقى كويس استخدميها. هو كده خلاص استوى، قفلت عليه اهو. انا اول ما الدنيا تبدا تبرد سنه احن للمحشي كده، يعني اول ما الدنيا تبرد بس سنه، هي لسه مبردتش قوي بس في لسعه سقعه كده عجباني اهو. هنحطه مع بعض اهو. معلش عشان انا بحط بايد واحده، فايه يعني هتلاقي الحاجه مش مظبوطه قوي عشان ماسكه الموبايل بايد وماسكه الحله بايد، والحله كانت ما شاء الله تقيله، فتلاقي الحاجه بس مش مظبوطه شويه. بس انتوا بقى اصحابي واهلي يعني، انتوا عارفين ده الطبيعي. ظبطناه اهو. بصوا ما شاء الله كل واحدة طالعة، بص يعني ماسكة نفسها ازاي ومتماسكة. يعني بص محشي الكرنب مفكش ما شاء الله، ومحشي ورق العنب مفكش نهائي اهو. حتى قلب الكرنبة، اللي يعرف اسمها يقولي في الكومنتس اسمها ايه. اهو كله متماسك وما طلعش منه الرز، والورقه ما فكتش وما اتفرفتش. بندوس على الورقه واحنا بنلفها كويس جدا جدا عشان نتاكد ان كل الرزايه استوت كويس وما طلعتش بره اللفه بتاعتها. هتقولوا لي بقى اسعد لحظه ايه؟ اسعد لحظه لما احس ان الولاد بياكلوا المحشي ومبسوطين. هنا كنت حطيتهم للولاد خلاص.